بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا هشوي فراخ مشويه على الفحم، وعملنا الطريقه دي مره واتنين، بس انا هعملها مره بقى كده. ودي الفكره، يعني ايه، انا اول مره اجربها، دي فكره جديده. انا هخلي الفراخ من العظم زي ما انتم شايفين كده اهو زي ما انتم شايفين. هخليها من العظم وهتبلها بنفس التتبيله اللي انا نزلتها لكم مره واتنين على القناه بتاعتي، ماشي. وعايزه اشوف طعمها ايه من غير العظم، وتقولوا لي ارائكم، وتقولوا لي هي دي، انتوا بتتابعوني من البلد، وتقولوا لي الفكره دي حلوه ولا لا. انا نفسي ان انا اعتمدها انا كمان واجربها. انا اول مره اطلع بيها على القناه، واول مره اجربها حتى في بيتي، وهجربها معاكم. والله انا عرفت من المحلات يعني ان هم بيعملوها كده، بس مش الورك، بيبقى الصدر. فانا حبيت اعملها ايه، كلها كده. انا مسكت الورك بتاعي اهو، خليته. اهم حاجه ان انت وانت بتشتغلي تكوني السكينه معاكي حاميه. الخلي سهل، ما فيهوش اي حاجه اهو. خليت الورك اهو بكل سهوله اهو، ما فيهوش اي حاجه. وهقطعه بقى ايه حسب ما انا عايزه. فانا هقطعه بالظبط على 3 حتت. ادي حته اهي، وادي حته كمان اهي، كده قطعته على 3 حتت. تمام كده، يعني شايفين واصله لكم كده اهو 3 حتت اهو. بصوا الورك عامل ازاي اهو. نعمل واحد كمان. هنيجي من هنا اهو كده بالظبط اهو، من عند العظمه اهي، اكنك بتسلكيها، اخليها كده اهي مفيهاش اي حاجه. بس اهم حاجه ان انت بتشتغلي السكينه بتاعتك تكون حاميه اهي. هتيجي برضك من هنا اهي، وسعي كده ايه لنفسك كده. وسعي لنفسك كده، ما تقلقيش، وخلي بالك انت بس لا تتعوري بس ولا حاجه اهي. وسعي كده اهي. شايفين ايديا فين وبمسك ازاي اهي. امسكي كده بكبشه ايدك كده بقيه اللي انت خليتيه، ووسعي لنفسك كده اهي. والله العظيم ما فيها اي حاجه اهي. وسعي كده اهو على قد ما تقدري، وسعي بايديكي كده، تعالي بايديكي كده وسعي اهو. في حته لحمه زي دي كده عشان زي ما سليكي كده اهي. بصي العظمه طلعت عامله ازاي. العظم ده ما ترميهوش، حطيه في التلاجة. عملتي مره كمان ولا حاجه، تقومي ايه، تقومي خاليه عامله بيه شوربه لسان عصفور، عامله بيه محشي، عامله محتاجه شوربه لاي حاجه ايا كان بقى، بطاطس، اشتغلي بيها واعتمدي بيها البتاع اهي. حته هي زي دي كده اهي. شيليها اهي. تعالي هنا كده اهي، نفس القصه اهي. بصي الفرخه الورك عامل ازاي. امسك معاكم الصدر من هنا اهو. تعالي من هنا كده، تعالي من هنا كده. احنا بنحب ناكل دي. انا بخلي، بس لسه ولا نقعت ولا نضفت، لسه انا بخلي دي اهي. دي انا بحبها في الشوي، فهحطها. تيجي من هنا اهو كده، وسعي كده. الصدر عامل ازاي. شيلي ده كده اهو، طلعي الحتت اللي هي فيها عظم دي اهي. امسكي كده دي وحطيها.
كده تمام. هنقوم قاطعين من هنا اهو، ومن هنا كده اهو، امسك الصدر من هنا كده كمان قطعيه، وهي دي الحته اهو، وسعي كده اهي اهي بايدك كده اهي. نكمل بقيه الكميه ونرجع تاني. انا كده غسلتهم بقى حلو زي ما انتم شايفين كده اهو، هصفيهم هنا، وبعدين ايه هنحط بقى اللي هو الخل بتاعنا والملح والليمون والسكر والايه ونقحم شويه مع بعض. بصوا بسم الله ما شاء الله الفرختين عملوا لي كميه قد ايه. بصوا برضك انا عملت الجناح ازاي اهو، هنا كمان كده اهو. بعد ما غسلته حلو قوي نزل مني الطبق بتاعي. احط بقى حاجتي هنا، احط 3 معالق كبار كده من الملح اهو، احط 4 معالق برضه كبار من الخل تمام. معلقتين سكر، هنحط ليمونتين اهو، انزل بالفراخ بتاعتي كده تتنقع شويه في الحاجات دي كده، عشان لو في زفاره في اي حاجه تروح. هنلف كده نسيبهم يتنقعوا حوالي ساعه كده. بعد كده ايه نكون جهزنا ايه التوابل بتاعتنا. ماشي. ده العظم اللي طلع اهو من الفراخ، زي ما احنا قلنا هنحطه في كيس ونحفظه في التلاجة. معايا هنا بصلايه، 3 طماطمات، 3 لون فلفل، جزرتين، معايا ورق اللولو هجيبه، وده ورد، معايا 1 قرفة، معايا 2 زبادي، معايا فصين ثوم، حط حبه كده من ورق الغار ده. ماشي. وادي فصين الثوم اهمت، نحط الثوم بتاعنا، الخلاط بتاعنا قدامكم اهو. قطع بصل كده 4/4، طماطم بردك 4/4، الجزر بتاعنا بردك 4 على 3 رصاص كده،
الفلفل بتاعنا بضغط على نصين. حط 3 معالق كده خل عشان الخليط بتاعنا يتضرب في الخلاط. نحط المحتوى بتاعنا كده زي ما انتم شايفين. هنزل بالعلبتين الزبادي بتوعنا. هنكسر كده العود القرفه بتاعنا كده. احنا عايزين بس يديله ايه ريحه في التتبيله. هنحط معانا هنا معلقه عسل او معلقتين كده. هنزود شويه خل كمان، دي 3-4 معالق كده. هنحط معلقه من الجنزبيل بودره، معلقتين ملح كبار، معلقه كمون، نحط معلقه كبيره من السبع بهارات، نص معلقه كاري، نحط معلقه ونص كبار من الفلفل الاسود، معلقتين كاتشب، معلقتين كبار، معلقتين مستردة، نحط 2 معجون صلصة، الصلصة بتاعتنا اهي معلقتين. هحط نص مج من الزيت، نص مج. هنقلب كل ده كده. الملح طبعا احنا كل مرة بنقول الملح ده اختياري، يعني حسب احتياجك للملح. تحب الملح مثلا معقول، تحب الملح حادق، عايزه الحاجه تحدقها سنه. يعني انا ما بحب الحاجه في المعقول، بحيث ان هي لما بتبقى ناقصه ملح انت بتعرفي تعالجيها. انا هحط بس نص معلقه اهي من ملح تاني. طبعا احنا الوان البرتقال
برضك دلوقتي، وانا ما خزنتش برتقان عندي، فيا سلام لو كان في برتقان كمان. هننزل الفراخ بتاعتنا. هنسيبها بايته في التلاجة ليله كامله، اقل حاجه ليله كامله في التلاجة، او لو انت بقى يعني نسيتي وبتاع وكده ممكن 4 ساعات بالكتير قوي مثلا، نستكفى. هقلب كده الخليط بتاعي اهو. ريحتها اقسم بالله يعني بصي فوق الخيال، حاجه كده ايه جميله جدا جدا الريحه كده تمام قوي. ارش بقيه الربع ازازه زيت بتاعتنا كده من على الوش. كده شكلها اهي وهي معموله. اخر حاجه بقى اهي، طعم جميل جدا، تتبيله يعني جميله بصراحه، بس مش محتاجه حاجه. اتبعت الخطوات دي ان شاء الله باذن الله هتطلع معاكم العمليه ناجحه وتمام ان شاء الله باذن الله من غير مقاطعه. كده ربنا يحسن ما بين ايديكم وبألف هنا. ولسه بقى هنكمل بقيه الايه لما الشوي. بصوا منظر الفراخ من بعيد كده. بألف هنا. الفراخ بتاعتنا بقى بعد ما باتت كده النهارده من بالليل زي ما احنا عملناها للصبح كده، انا شويتها. ده الشكل بتاعها اهي. بصي الفراخ وهي مخليه، بصوا المنظر بتاعها وهي مخليه. بصوا حقيقي طعمها جميل تحفه بصراحه. المنظر بتاعها اهو، بصوا من جوه عامله ازاي، بصوا من جوه، بصوا شكلها والله وطعمها جامد بصراحه. انا مش عارفه اقول ايه على طعمها. بألف هنا وبألف شفا، ورب اكون خفيفه عليكم، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. متنسوش تعملوا لي لايك، متنسوش تكتبوا لي في الكومنتات. شكرا ليكم، شكرا على اللي بيدعمني وواقف معايا. معاكم مطبخ ماما.